السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، يجعل ايامكم كلها خير يا رب ويكرمنا، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة معايا وصفة سهلة خالص وبسيطة، وهي الكيك اللي هو انجليش كيك. انا هعمل كذا شكل ان شاء الله وهوريكم باذن الله. قبل ما ببدأ الفيديو بقول الدعاء: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده باذن الله هنعمل الانجليش كيك او الكيك الانجليزي اللي هو ايه، بيتعمل نفطر بيه الصبح، او بيتقدم مع الشاي اخر النهار في اي وقت يعني. طعمه بيبقى جميل وحلو وسهل وصفته. ولو مش عندك انجليش كيك بنستخدم عبوات اللبن الفارغة، بنقصها ونجيب الحتة اللي احنا قصيناها، ناخد منها قطعة زي دي كده عشان الثقب ده طبعا ما يطلعليش الكيك، وبحطه كده هو بحيث ان هو ايه يحافظ لي على الكيك ما يطلعش بره. انا جبت عبوتين من بتوع اللبن اهم، اللبن الجاهز. وبعدين حطيت الورقه، قصيت الورقه من فوق وخدت حته منها عملتها بنفس الشكل كده عشان تحافظ لي على الكيك. عشان لو مش عندك انجليش كيك يعني. ومعايا المقادير بقى. المقادير عبارة عن ايه: كوبايتين سكر، كوباية ونص لبن، كوباية زيت، معلقتين كبار سمنة او زبدة اللي موجود عندك، ومعايا 3 بيضات وعليهم معلقة خل. 3 بيضات وعليهم معلقة خل، ومعايا 3 فانيليا، ومعايا كيك شيف عشان طبعا يرفع لي الكيك ويبقى ممتاز. ومعايا الدقيق بتاعي حوالي 3 كوبايات دقيق. طبعا انتي طبعا لما يتظبط العجينه معاكي هتشوفي وهتظبطي ايدك في الدقيق. ومعايا معلقتين كبار كاكاو خام بودر بدون سكر. كاكاو خام بودر بدون سكر. طب هعمل ايه الاول؟ الاول هضرب اللبن بتاعي مع الزبده كويس، وهضيف عليهم السكر، المواد السائله يعني. هضرب كله مع بعضه في الخلاط، وما تقلقيش خالص ومفيش اي مشكله. انا حطيت السمنه، معلقتين السمنه او الزبده، وحطيت كوبايه الزيت، وحطيت الثلاث بيضات اللي عليهم معلقه خل، وحطيت السكر بتاعي كوبايه ونص، واللبن بتاعي كوبايه ونص، وهنزل عليهم بالفانيليا. هحط الفانيليا بتاعتي اهي بنفس الطريقه كده، وهضرب كله ضربه كويسه في الخلاط جامده، يعني ضربه على قد ما تقدري اضربي كويس جدا. هضربهم وارجع لكم تاني. هنزل عليها اهو في البوله بتاعتي، وهبدا بقى اللي انا ايه انزل عليها الدقيق. الدقيق طبعا زي ما انتم شايفين كده هحط له كيس الكيك شيف اهو. هحط كيس، شايفيني كده، كيس الكيك شيف على الدقيق، وهقلبه تقليبه كويسه كده ايه بايديا. وهضرب العجينه كلها مع بعضها بحيث اللي هي تحافظ لي على اهو. انا هقلب الاول البيكنج باودر، ونسينا ذره الملح يا جماعه، ما ننساش ذره الملح. اهي ذره الملح اهي حطيناها، وهقلب كويس جدا، وهنزل على العجين بالتدريج على المقدار بتاعي اهو. احاول كده ان انا ايه اوزع الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. لو عايزه تستخدمي مضرب استخدمي، بس انا بفضل ان انا اعملها بايديا بصراحه. وكله متاح ليك انتي، يعني كل حاجة متاحة ليكي. ان شاء الله هتطلع جميلة وهتعجبكم، وبإذن الله وصفة في منتهى الجمال. ادي الكيك معايا اهو، بحاول ان انا اضربه الضربة كويسة. وتلفي كله في اتجاه واحد، اوعي ترجعي بالاتجاه، مشيتي يمين في اللف وانتي بتضربي يمين. انا كده ضربت الكيك كويس ضربه كويسه، وحاسه ناعم وممتاز جدا، مفيش اي حاجه، وطلع ممتاز جدا هيعجبكم ان شاء الله. هبدا بقى اللي انا افضيه في العبوات بتاعتي. طبعا انا اتفقنا ان في عبوات ايه انجليش كيك بدل اللي هو الجاهز. احنا مش عندنا الانجليش كيك هنستخدم ده. وطبعا انا حطيت عشان احط بقيه المقادير
في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفضيها بالراحه كده اهو، وهسيب كمان مساحه للايه للي بالشوكولاته، عشان انا هزين بالشوكولاته كده. ممتاز جدا. يلا التانية. انا هسيب مساحه للشوكولاته عشان ايه خاطر مش هعمله كله هشكله لسه، هنحط شويه بالشوكولاته. انا حطيت نص المقادير كده بيتهيألي. هاجي بقى على الباقي ده واحط عليه الشوكولاته بتاعتي واقلبه برده كويس زي ما انتوا شايفين كده. انا فضيت الكاكاو اهو، كاكاو خام يا جماعه بدون سكر، وهنزل بالعجين بتاعي اقلبه كويس واديله اللون وياخد الطعم واللون بتاع الكاكاو. قلبيه كويس وحافظي على الايه الكميه بتاعتك. هبدا اجيب خله اهي زي دي او عصايه شيش، اي حاجه، لو حتى ظهر المعلقه، وابدا ان انا ايه ازوق اديله شكل كده. اي شكل تحبيه يعني. بس انا حابه اغير يعني. ماشي كده جميل جدا. والتانية برضه هديها شكل تاني، شكل بقى ايه نغير. كل ما بتبدعي في الانجليش كيك ده بيديكي منظر جميل جدا. دي بقى هناخدها ايه بشكل برضو ايه على حسب الوردة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 مدة تلت ساعة. هوديها الفرن وارجع لكم تاني. انا طلعت الكيكه اهو من الفرن يا جماعه، لسه سخنه طبعا، وطلعت لكم واحده من الورقه بتاعتها. لو لقيتي صعوبه قصيها بالمقص، طبعا انت مش هتستخدميها تاني، او عايزه تستخدميها والله ممكن تدرسي العادي يعني مفيش مشاكل. وقصيها وطلعيها، او طلعيها بنفس الطريقه زي ما انا هطلعها، تسيبيها تبرد شويه وتطلعيها بسهوله. وطبعا معايا التانية هي طلعت، وهبدا ان انا ايه ازين فيهم. انا طلعت اهو يا جماعه الورقه بتاعت الحليب اللبن، وطلعتها من الانجليش كيك زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله طالع مستوي وجميل اهو زي ما انتم شايفين، حاجه جميله وماسكه نفسها ومتماسكه وحلوه خالص. هنبدا بقى اللي احنا نزينها الشوكولاته. دي الاول هرش عليها سكر بنفس الطريقه كده. احط السكر بتاعي. انا بحب الانجليش كيك بيكون عليه كده ايه سكر خفيف كده. بحب الشكل التلجي ده بيبقى شكله جميل وحاجه ممتازه جدا وجميل. وهبدا بقى بعد كده اللي انا ايه اقطع جزء من الانجليش كيك كده معايا. الشرايح بتاعته اهو يا جماعه مستوي وهش جدا جدا وجميل ممتاز جدا، هيعجبكم. طبعا عشان هو لسه سخن المفروض ما اقطعش وهو سخن، بس انا بقطع عشان انتوا تشوفوا الشكل للنهايه يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. التانية هزوقها بالنوتيلا عشان تديني شكل حلو. معايا نوتيلا وعامله لها حمام ميه سخنه طبعا عشان تدوب معايا وتنزل. بنفس الشكل كده. حاجه كده بسيطه يعني، ما بتزوديش يعني. كل ما كانت الحاجه بسيطه بتطلع طبعا حلوه وظريفه. ويا رب يكون الشكل عجبكم والكيك كده يكون حاز رضاكم. ومعانا طبعا الورده اهي، هخليها زي ما هي كده شكلها جميل عجبني الورده، مش هبهدلها ولا حاجه. وادي الكيكه اهو، حاجه جميله وحاجه ممتازه جدا والله والله يا جماعه. بصوا
انا عايزاكم تشوفوا الشكل بعينيكم، يعني انا بحاول ان انا اوريكم النتيجة بعينيكم. شايفين؟ بصوا الجمال، ما شاء الله عليها والله، ولا احلى من كده. وهشاشة يعني هشة جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اعملوا لي اعجاب، لايك، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.